تعالوا بقى اما اشرح لكم قصه الفيلم كله من اوله لاخره لان انا عرفتها خلاص. لو ركزنا شويه في التريلر الجديد بتاع افنجرز دومز داي هنكتشف ان كل حاجه قدام عينينا، القصه مرسومه قدام عينينا من اولها لاخرها. فتعالى بقى اما اشرح لك قصه الفيلم كلها علشان تبقى فاهم وانت داخل. مبدئيا كلنا عارفين ان مارفل بتحب دايما تشيل شخصيات من التريلر. اول مشهد بنشوفه لريد ريتشاردز وهو واقف مع الافنجرز بيشرح لهم الانكرجن وبيشرح لهم كل حاجه عماله بتحصل في العوالم دي كلها. بنشوف 3 عوالم وراء عالم الاكس مان وعالم الفانتاستيك فور وعالم افنجرز كلهم بيحصل لهم انكرجن، بيقربوا من بعض وهينتهوا. لو بصينا ما بين سو ستورم وجوني هنلاقي ان في فراغ معين كده محطوط شكله غريب. يعني اعتقد ان في حد ممكن يكون واقف يكمل الصوره الكامله. اولا زي ما انا قلت لكم قبل كده في التحليل اللي فات ان هنا الشوت دي متقسمه لاجزاء، جزء فانتاستيك فور واقفين فوق، جزء فريق النيو افنجرز محطوط على الشمال، وجزء من الافنجرز اللي احنا عارفينه محطوط على اليمين. فانا اعتقد اول شخصيه مارفل شالتها من التريلر محطوط في النص ما بين سو ستورم وجوني. ومين ممكن يكون جاي من العالم بتاع فانتاستيك فور معاهم يشرح لهم الانكرجن ويشرح لهم البلاوي؟ مش هقول لكم دلوقتي، خلينا نكمل. جنب النيو افنجرز لو بصينا على الشمال خالص 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 هنلاقي بوب اللي هو سنتري، ولكن مش لابس السوت بتاعه الذهبي ومش بشخصيه سنتري، هو واقف بشخصيه بوب عادي خالص. لو بصينا قدامه على طول هنلاقي ان في ظل محطوط على الارض، الظل ده مش في مكانه، في حد متشال من المكان ده كان المفروض واقف والظل بتاعه محطوط. ولو حسبنا السيمتريه بتاعت الصوره وبتاعت المشهد ده المفروض طالما في حد محطوط على الشمال في حد المفروض يكون محطوط على اليمين ورا ثور ورا الافنجرز. طيب نرجع لقطتين ورا شويه هنلاقي اللقطه اللي كانوا جايبين فيها الكاميرا على باكي بارنز وفالكون اللي هو كابتن امريكا الجديد، في حد بشعر كيرلي كده نازل ومحطوط في الشوت دي على الشمال. طيب مين بقى اللي ممكن يكون موجود يا عمر في الصوره دي؟ لحد دلوقتي انت قلت لنا 3 اشخاص ممكن يكونوا موجودين في الصوره. اولا اول شخصيه هتكلم عنها هي الشوت ديت بتاعه باكي بارنز و كابتن امريكا كان محطوط فيه حد على الشمال بشعر كيرلي. ولو ركزنا شويه في اخر التريلر خالص هنشوف كابتن امريكا بشعر طويل وكيرلي شويه وهو تقريبا نفس شعر كابتن امريكا. فانا اعتقد الشخص اللي موجود في الشوت دي وبصين له هو كابتن امريكا، او ممكن يكون شخص تاني. طيب مين الشخص التاني يا عمر اللي ممكن يكون هو موجود في الشوت ده؟ وليه باكي بارنز مخضوض كده وهو باصص وكابتن امريكا برضو اللي هو فالكون واقف ومخضوض دلوقتي في الشوت دي؟ انا اعتقد اللي واقف جنب جوني وسو ستورم هو دكتور دوم. ايه يا عمر انت مجنون ولا ايه؟ دكتور دوم هو الفيلن، هو الشرير بتاع الفيلم، ايه اللي هيخليه واقف وسطهم كده وما بيحاربش معاهم؟ طيب تعالى بقى نرجع لاول التريلر ده كله خالص. هنلاقي ان التريلر فيه ناريشن من شخصين، يعني التريلر ده بيتشرح بصوتين مختلفين. الصوت التاني كان ثور على مدار التريلر كله، اما الصوت الاولاني كان روبرت داوني جونيور وهو بيتكلم بصوت دكتور دوم وكان بيقول هناك شيء قادم، شيء قد لا نتمكن من ايقافه، وقبل ان ينتهي هذا اليوم سنجد انفسنا امام قرار قد لا نتخيله. طيب هو بيكلم هنا مين؟ وبيقول لي مين هناك شيء قادم؟ احنا في حاجة جاية احنا مش هنقدر نتغلب عليها، انت اللي جاي مش هنقدر نتغلب عليك. اما انت بقى بتضحك على مين بالكلام ده؟ بصوا بقى انا اعتقد ان الفيلم هيبدأ كالآتي. دكتور دوم عنده البلان بتاعته ان هو يتحكم على الجذور بتاعت الشجرة بتاعت القصص والبرانشز والتايم لاينز اللي ماسكها لوكي دلوقتي. فالحل الوحيد ان هو يتحكم فيها هو ان هو ياخدها خطوة خطوة وينتهي من كل الابطال اللي موجودين في العوالم المختلفة دي. فقرر ان هو يعمل ايه؟ انه يقلبهم على بعض. علشان كده بنشوف معظم التريلر ده كله موجود فين؟ في الاكس مانشن، في عالم الاكس مان، في المكان اللي هم قاعدين فيه. فهو دكتور دوم هيروح لريد ريتشاردز وهيقول له العوالم كلها بتختفي وبتنتهي، تعال اما نروح للعالم بتاع الام سي يو بتاع الافنجرز ونحذرهم من اللي بيحصل. فاول حاجه بنشوفها ثور بيقابل فانتاستيك فور ودكتور دوم، وفانتاستيك فور ودكتور دوم بيشرحوا له اللي حصل. واول مره ثور يقابلهم كان المشهد الاخير خالص في التريلر. طب يا عمر هما في المشهد الاخير خالص ثور كان واقف قدام كابتن امريكا، ما كانش واقف قدام فانتاستيك فور. انا اعتقد ان المشهد ده متركب.
لان لو شفنا ثور وهو بياخد خطواته الاولى وهو ماسك ميولنير في ايده، لو بصينا على الممر بتاع السفينه اللي هم قاعدين عليها ديت او الطياره اللي هم قاعدين فيها دي، هنلاقي ان مفيش كابتن امريكا، هنلاقي ان فانتاستيك فور موجودين على اول المكان. لو فتحنا الصوره شويه كده ونورناها هنلاقي ان في جاكيت ابيض موجود هناك وحد لابسه، ومين اللي لابس جاكيت ابيض؟ هو ريد ريتشاردز. فانا اعتقد ان المشهد اللي هو ثور وهو واقف بيقول مستحيل مستحيل، ده كان بيتكلم على دكتور دوم. لان ثور يا جماعه مش هيتخض من كابتن امريكا لما يشوفه، هو عارف ان كابتن امريكا موجود في العالم بتاعهم دلوقتي وهو راجل عجوز، وثور اصلا شاف السفر عبر الزمن وشاف البلاوي اللي عماله بتحصل دي كلها، فمش بعيد قوي يعني على كابتن امريكا ان هو يظهر لك قدامك يا حبيبي وهو بشكله الصغير في السن. لكن مين اللي ممكن يخليه يتخض كده ويقول انا مش مصدق نفسي؟ ازاي انت واقف قدامي؟ لان هو شاف وش توني ستارك. انا اعتقد ان دكتور دوم واقف قدامه وراح قالع الماسك وبيقول له هاي بال، لان ناس كتيره قوي قالت ان الصوت اللي احنا سمعناه في التريلر ده كان صوت روبرت داوني جونيور مش كريس ايفنز. تعالوا نسمع كده. Hey pal, it's not possible. فانا اعتقد ان ثور دلوقتي في المشهد ده واقف قدام دكتور دوم مش كريس ايفنز كابتن امريكا، وانه مخضوض علشان شاف روبرت داوني جونيور قدامه، شاف توني ستارك قدامه، شاف صاحبه اللي ضحى بنفسه عشان العالم ده يعيش. فازاي انت رجعت لنا تاني وانت اصلا ضحيت بنفسك علشان العالم ده يعيش؟ طب ما العالم ده كده المفروض ممكن يبدأ ينتهي. وطبعا ثور مش هيصدق فانتاستيك فور على طول كده، مش هيصدق كلامهم ان العالم مثلا ممكن يكتشف، ممكن يحس مثلا ان هم بيضحكوا عليه. بس مين الوش اللي لو شافه قدامه يتوقع ان هو يقدر يطمن له شويه؟ هو وش توني ستارك صاحبه القديم. واعتقد كمان ان في المشهد ده كابتن امريكا موجود عادي معاهم، فالثلاثي بتاع افنجرز من زمان، الصحاب الثلاثه القدام موجودين في الشوت ده كلهم مع بعض، كابتن امريكا وثور وايرون مان اللي هو دكتور دوم دلوقتي اللي هو بوش توني ستارك. وبعد ما يتجمعوا هم كلهم مع بعض دكتور دوم هيشرح لهم يا جماعه العوالم دي بتنتهي، والعالم السبب في نهايه البلاوي دي كلها هو عالم اكس مان، فاحنا لازم نروح هناك ونقول لهم، او مش نقول لهم، نحاربهم علشان هم السبب في البلاوي اللي عماله بتحصل لنا دي دلوقتي. فهو هنا ايه؟ بيضحك عليهم. فراحوا بعدها على فين؟ على عالم الام سي يو. هناك بقى بنشوف المشهد اللي احنا شفناه اللي هو الكريدت سين بتاع ثاندر بولتس لما السفينه بتاعت فانتاستيك فور نازله. مين بقى اللي جوه السفينه دي؟ ثور، فانتاستيك فور، ودكتور دوم، وكابتن امريكا. اول ما السفينه بتوصل بنشوف بقى في المشهد ده كده كله على بعضه النيو افنجرز على الشمال، بنشوف بقى فانتاستيك فور ودكتور دوم قدام، وعلى اليمين ثور والافنجرز ومعاهم مين؟ كابتن امريكا. طب ليه يا عمر يشيلوا كابتن امريكا من المشهد ده وهو اصلا احنا شفناه خلاص، شفنا وشه خالص في اخر التريلر؟ علشان هم عايزين يضحكوا علينا، هم عايزين يحسسونا ان كابتن امريكا ظهر لاول مره في المشهد اللي احنا شفناه ده وثور اتخض، فهم مش عايزين يحطوه في المشهد بتاع الناس كلها اللي هي واقفين دول كلهم علشان نتخض بيه في اخر التريلر ونحس ان فعلا هو موجود معاه في التريلر الاخير. طيب نرجع بقى للمشهد اللي انا قلت لكم ممكن يكون المشهد ده حد تاني، ممكن ما يكونش كابتن امريكا، الشعر ده ممكن ما يكونش كابتن امريكا. وقت تصوير افنجرز دومز داي في شكل جديد مختلف لدكتور دوم نزل، كانت صوره اتسربت لواحد كان متصور معاه سيلفي ومنزلها ستوري عنده، وده كان المفروض ما يحصلش. يعني مارفل طبعا مستحيل تبقى موافقه ان روبرت داوني جونيور يحرق المنظر والشكل بتاعه، النيو لوك بتاعه بتاع دكتور دوم، والنيو لوك بتاعه كان مختلف تماما، كان عنده شعر كيرلي شويه، ودي حاجه احنا مش متعودين عليها اصلا من روبرت داوني جونيور. فبعتقد ان ممكن يكون الشعر الكيرلي اللي احنا شايفينه ده هو شكل روبرت داوني جونيور او دكتور دوم من غير الماسك. طيب ليه يا عمر ان هو كده احنا عارفين ان الدكتور دوم وشه مشوه، ازاي بقى هم عارفين شكله انه شبه توني ستارك؟ لان يا جماعه اخر منظر وصوره كل الناس شافتها لتوني ستارك كان وشه محروق. فتخيل معايا تشوف اخر صوره انت شايفها لصديقك القديم اللي كان ميت، انت شايفه قدامك بنفس الصوره، وشه محروق والوش المكسور من جوه كده، هو
ده اخر صورة انا كانت موجودة في ذاكرتي وفي دماغي ليه، هو انا شايفه بوشه المحروق. فبعد كده دكتور دوم بيقنعهم ان احنا نروح لاكس مان، ولما بيروحوا لعالم اكس مان بيحاربوا الاكس مان، وفي الاخر بيقلبهم كلهم على بعض، لحد ما بنشوف مشهد كده لثور وهو بيبدأ بقى يقتنع انه دكتور دوم هو الشخص اللي يسبب كل البلاوي اللي عماله بتحصل لنا دي، وهو اصلا الشرير الحقيقي. هنشوف مشهد كده لوهله ثور بيبدأ يفهم ان في حد تاني هو اللي عمال بيتحكم فينا كأنه زي البابتس بالظبط. وده بيثبت لنا البوستر اللي نزل لما كان دكتور دوم ماسك التشيس بورد، ماسك الشطرنج، وكان عمال بيحرك الافنجر زي ما هو عايز. القصه خلاص وضحت قدامنا يا جماعه، القصه قدامنا. فانا مشهد من المشاهد برضو اللي احنا متاكدين ان في حد متشال منه هو المشهد بتاع جامبت، لما كان طاير في الهواء ونازل بالعصايه بتاعتها وبيرزعها كده في الارض، فجاه بنشوف ميستيك ورا بتضرب حد مش موجود اصلا. يعني شايفينه وركزوا كده على الحركه بتاعتها هنا، تحسوا ان في حد هي عماله بتحارب ضده بس مش موجود. دي بقى هنسيبها لكم انتوا في الكومنتس تخمنوا انتوا بقى مع بعض كده، شايفين مين ممكن يكون ميستيك بتحاربه هنا ومارفل مش عايزانا نشوفه. مشهد من المشاهد برضو اللي الناس كلها عماله برضو بتقول ان في حد كان واقف وراه ومش عارفين هو مين، هو المشهد برضو الاخير اللي كان واقف فيه كابتن امريكا قدام ثور، كان واقف قدامه وفي حد لما الشوت جت على ايده وهو ماسك ميولنير في حد كان واقف قدامه. انا اعتقد يا جماعه احنا مش محتاجين نفكر فيها كتير، هو كان جوني ستورم كان واقف وراه، لان لو فتحنا الصوره قوي هنلاقي برضو شعره الاصفر ده موجود، وهو ده هيئته وجسمه الرفيع، هو ده جوني ستورم. اخر بقى مشهد انا متاكد ان برضو اتسحب منه حاجات. لو نرجع للتريلرز القديمه يا جماعه، مارفل نزلت لنا 4 تريلرز مختلفين، واحد عن ثور، واحد عن واكاندا، واحد عن الاكس مان، وواحد عن ستيف روجرز. طيب خلينا مركزين في التريلر بتاع او اللي هو التيزر تريلر بتاع واكاندا. نفس المشهد ده اتعاد برضو في التريلر الجديد اللي نزل، ولكن كان مختلف تماما. اول اختلاف بنشوفه ان كان في حائط مائي كان موجود حوالين المشهد كله، ما كانش موجود في التيزر الاولاني. اما تاني حاجه بقى، فالناس كلها كانت شايفه ان في فراغ كان موجود ما بين بان جريم وامباكو في المشهد الاولاني خالص. في التيزر الاولاني في حد كان واقف هنا احنا ما كناش عارفين مين هو، ولكن في التيزر الجديد شفنا ان في واكين توريس كان واقف وشخصيات تانية كانت واقفه. بس انا اعتقد ان في حد كمان برضو اتمسح من التريلر، واعتقد ان اللي اتمسح من التريلر ده هو دكتور دوم برضو، وان ده المشهد الاصلي اللي شايفينه قدامنا، ده هو المشهد الاصلي اللي احنا شفناه. دكتور دوم كان واقف مع فانتاستيك فور في واكاندا وبيشرح برضو للواكاندانز انه يا جماعه العالم بتاعكم ده هينتهي دلوقتي، انا بقولها لكم من دلوقتي، فلازم بقى نبدا نتحالف مع بعض كده علشان ما نخسرش بعض. كل ده تبع الخطه بتاعته. انا بقول لكم هو قاعد بيتحكم فيهم واحده ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه. قولوا لي بقى رايكم في الكومنتس يا جماعه، علشان انا متحمس جدا. انا مبسوط قوي اصلا ان انا فضلت اقعد اعمل ريسيرش كامل كله عن الكوميكس وعن دكتور دوم وعن التريلرز دي كلها لحد ما طلعت لكم بالفكره دي كلها، وانا اعتقد ان الفكره ديت هي اقرب حاجه للواقع اللي احنا شايفينه. قولوا لي رايكم في الكومنتس عنه، وقريب هنزل لكم شرح. كان ناس كتير قوي بتسال هل كابتن امريكا هنا هو كابتن هايدرا ولا لا؟ هنزل لكم بالشرح ده قريب.